مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض حاجه جديده وحاجه حلوه قوي وهتعجبكم جدا، وهو نغير. بصوا حبايبي، طبعا كلنا عارفين ده ايه. بالنسبه بقى للي مش عارف دوت ايه، دوت سلق. السلق ده اللي هو بتاع اللي بنعمل بيه القلقاس. خلاص، انا عندي ربطتين من السلق اهم. هعمل بيهم ايه؟ هعمل بيهم محشي. هتعملي بيهم محشي؟ هعمل بيهم محشي. بصوا حبايب قلبي، في طبعا ناس عارفه محشي السلق ومحشي ورق الخس وفي ناس عارفه وفي ناس ما تعرفش. بالنسبه بقى للي ما يعرفوش، السلق دوت اللي بنعمل بيه القلقاس. هجيب الورق بتاعي، انا عندي خلطه المحشي، طبعا انا عملتها معاكم قبل كده على القناه كذا مره. خلاص، فانا جهزت خلطه المحشي بتاعتي اهو، هركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه في السلق بتاعنا. انا هجيب كده اهو، عندي ربطتين من السلق. طبعا نعمل الكميه اللي احنا عايزينها. وهجيبه هقطعه، هشيل منه العيدان كده، يعني بصوا. هشيل كده اهو، همسك الورقه كده اهو واعملها كده اهو، كاني بقطعها ان انا هعملها للقلقاس. او اهو بصوا، ان انا اهم حاجه اشيل العرق بتاعها، بحيث ان هي الورقه تبقى عندي كده اهي. خلاص، هقطع الكميه دي واغسلها كويس جدا، عشان زي ما قلنا ان الخضره دي بيبقى تحتيها تراب ورمله ناعمه اهو. واحافظ على الورقه وانا بقطعها ان هي ما تتقطعش مني. خلاص اهو، اديني شلت العرق اهوت. كمان واحده اهو، هتنيهم على بعض كده، واجي من البوز بتاعها كده واقطعها كده. خلاص، هنعمل كميه صغيره ما فيهاش حاجه، لو اتقسمت نصين كده ما فيهاش مشكله. خلاص، بس احنا يعني نحافظ عليها. الكبيره هنقسمها، انما الصغيره نحافظ عليها ان احنا نشيلها زي ما هي كده. خلاص اهو، قرطفناها كده اهو. هقرطف بقى الكميه دي واغسلها كويس وارجع احشيه معاكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا قطعت الورق عندي كله اهو وغسلته كويس جدا. خلاص، هناخده بقى نعمل ايه؟ ننزل بيه على ميه سخنه. هنغليه، قصدي هنسلقه عندنا اهو. عندي الميه بتسخن اهي. هسلقه كاني بسلق ورق كرنب، او بسلق ورق خس. خلاص، انا عندي الميه اهي هتغلي اهي، هنزل فيها بنقطه سكر صغيره، مش كتير اهو، نقطه سكر بس. مش هحط ملح ولا هحط اي حاجه، هي بس هنزل كده بنقطة سكر اهو. وهنزل بقى بالورق بتاعي، بسم الله. هسلقه عادي خالص، اول لونه ما يغير هطلعه اهو. على فكرة يا جماعة، ورق السلق مفيد جدا جدا جدا، يعني فيه فايدة عالية جدا. خلاص، انا عملت اهو. وطعمه جميل في المحشي، يعني بجد طعمه هتحبوه. خلاص، يا دوبك بصوا، يا دوبك شايفين الورقه بتاعتي لونها غير ازاي، والميه بتاعتي اهي عملت. خلاص كده، هقفل عليها اهو. بس يعني يا دوبك انزله في الميه وهطلعه اشطفه بقى تحت الحنفيه. ويلا عشان نشوف طريقه حشوه ازاي. اهو، هشطفه اهو كده، طلعته اهو. اهو، يلا بقى اشطفه واوريكم. بصي يا حبايب قلبي، انا حطيت بس صباعين، كان عندي ورقتين كرنب حطيتهم كده من تحت في الحله اهو. هرص بقى. بصوا، اللي عايز يعملوا صوابع اهو كده بالطريقه العاديه بتاعتنا خالص، اللي هي بتاعت المحشي العاديه، الصوابع اهو. هنعمله كده صوابع اهو، وهنحط في الحله. خلاص، هنعمل كام واحد صوابع كده اهو. ده بالنسبه اللي عايز يعملوا صوابع. اللي عايز يعملوا حجاب اهو، هنعمل كده. هنخلي برضو زي ورق العنب كده الورقة الخشنة من تحت. خلاص، وهنعمله زي الحجاب كده اهو. كده نحط شوية رز، واجيب الورقة دي كده اهو، هقفلها كده واعمل كده. خلاص، واعمل كده اهو، واعمل كده. ماشي، الورقة صغيرة. هوريكم واحدة تانية. مشكلة ورق السلق ان هو يعني ضعيف، ما بيستحملش اصلا. خلاص، بصوا اهي، ورقة مفرودة اهي كده اهو. هنحط كده شوية الرز بتوعنا، واجي بالسمبوكسة كده اقفل كده اهو كده، واجيبهم كده. خلاص، وارجع اجيبها كده، وارجع اجيبها كده.
خلاص تبقى عامله عندي زي الحجاب اهو، واحط في الحله. انا حبيت اوريكم الطريقه دي، اللي عايز يعملها صوابع ملفوفه يعملها، اللي عايز يعملها بطريقه الحجاب يعملها. خلاص انا عن نفسي هعملها صوابع، بس انا حبيت اوريكم الطريقه برضو اهو. اجيب الورقه كده اهو، هحط شويه الرز كده اهو، واقفل كده خلاص، واجيبها كده، واجيب كده هنا اقفل على الرز كده. اللي متمكن في الطريقه دي يعملها، واللي متمكن في الطريقه دي يعملها. انا عن نفسي هكملها لف كلها صوابع. خلاص هكمل بقى الحله، بقيه الحله وارجع لكم اهو. هعمل كده اهو 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 كده اهو. نحشي بقى بالطريقه اللي تريحنا، نعمله بقى مدور، نعمله مثلث، نعمله صوابع، نعمله زي ما نعمله. خلاص اهو هكمل بقى الورق اللي عندي وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي، انا عندي خلصت اهو الورق السلق اللي انا سلقته معاكم وحشيته اهوت. هحط بس هكمل الحله دي بورقتين من الكرنب. انا كنت سلقاهم كانوا عندي، فهحطهم على الوش كده، لان انا عندي فيه ما بيحبش محشي السلق. فانا عملت صف كده وصفين سلق، وهحط صف كرنب واقفل الورقه واوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، خلصت اهو صف الكرنب. هسقيها بقى الشوربه بتاعتي العادي اهو، هجيبها وانا معاكم اهو هسقيها. بصوا يا حبايب قلبي كده، اجيب ايه معلقتين زبده كده احطهم عليها اطعمهم بيها. خلاص اهو كده، قطعتين كده من الزبده البلدي عشان تديني دسامه كده وتخليه بيلمع عندي وحلو اهو كده. خلاص وعندي بقى الشوربه المغليه مظبطه ملحها، بسم الله انزل بيها اهو. اي شوربه بقى، ما عندناش شوربه نحط ماجي اهو كده. انا مش عايزه انا عايزاه مفلفل، هخلي الميه تبقى ايه يعني، ما تبقاش مغطيه المحشي بتاعي، تبقى اول صف منها يبقى باين. خلاص اول صف كده يبقى باين والميه من تحت. خلاص اهو كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الميه اهي اهي. خلاص الشوربه بتاعتي اهو، لان كده كده السلق عندي بيبقى فيه ميه، وورق الكرنب بينزل ميه، فانا اخد بالي من النقطه دي، ما ازودش ميه عشان ما يطلعش معايا معجن. خلاص هحطه بقى على النار، ولما يستوي اوريكم شكله. بصوا حبايب قلبي، بصوا منظر المحشي عامل ازاي. انا عايزه اوريكم بس واحده كده من السلق. بصوا بصوا اهو، انا مهديه عليه النار، هو كده يعتبر استوى، بس فيه ايه يعني، عايزاه ينشف شويه. خلاص 10 دقايق وهقفل عليه وارجع اوريكم وهغرفه لكم واوريكم شكله عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين المحشي بتاعنا عامل ازاي؟ بصوا بقى، نرفع بقى ونشوف البخار بتاعنا عامل ازاي. بصوا بصوا حبايب قلبي، بصوا المنظر، بصوا الجمال عامل ازاي. هو طبعا سخن جدا ومولع جدا. انا عايزه اقول لكم بصوا والله طعمه روعه، يعني بجد ريحته والله قلب الدنيا، وطعمه في منتهى الجمال. ولا تقولوا بقى ورق عنب، ولا تقولوا ورق لفت. وهعمل معاكم ان شاء الله ورق اللفت، وهعمل معاكم ورق الخاص، وهقول لكم وهوريكم شكله عامل ازاي. بس بجد اللي ما جربش محشي السلق فايته كتير بجد والله. جربوه يا جماعه، حتى لو انتوا بتعملوا محشي كرنب محشي بتنجان، هدولكوا ربطه سلق كده وجربوها، هيعجبكم جدا جدا جدا. ده غير الفايده العاليه بتاعته. اتمنى يا رب ان انا ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم. يلا حبايب قلبي، انتظروني في فيديو جديد، وخليكم دايما معايا من جديد لجديد. قناه غيرانه مني اعملي زي. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.